الرائعة اللي أنا هقولها ديت عشان أوضح مدى حب الرجل في مصر القديمة لزوجته الوحيدة اللي أطلق عليها هذا الاسم The Inheritor، الوريثة، وريثة للعرش. يعني أي حدث يحدث لإكناتون أمحطب الرابع تكون هي وريثة العرش. فإذا كانت بتحكم معاه في العرش. كانت هذه الزوجة الجميلة نفرتيتي اللي علمت فرنسا الكحل اللي كانت بتحطه عند عينيها. خدوا فكرة الكحل شركات التجميل في فرنسا وتعلموها من المصريين، مع إضافة بعض الكيميكالز والأورجنز، وقالوا إن هذا الكحل الكحل الفرنسي، وأجمل كحل في العالم دي معروفة الكحل المصري، لأن السيدة المصرية القديمة كانت تتكحل لزوجها. وحتى الأشكال اللي كان موجودة في المعابد حتى في العالم الآخر السيدة المصرية كانت بتعتني بتكحيل العين، وأجمل عين معروفة في رسم وشكل العين هذه المرأة اللي هي نفرتيتي، جميلة الجميلات نفرتيتي في شكل العين. وقالوا في الغرب إنها العين المسحوبة مع الكحل المصري. فرنسا اتعلمت ده من الدولة الفرعونية، من الجمال في مصر الفرعونية. هشوف الشكل التالي واللوحة التالية. الكانوبيك جارز، العالم كله يقف عند الكانوبيك جارز منتهى الاحترام. الأربعة دول حيروا العالم. الأربعة دول اللي حضراتكم شايفينهم أبحاث للنهار ازاي المصريين حنطوا بني آدم، ازاي المصريين نجحوا ان هم يحنطوا انسان، وازاي الفكرة جات لهم ان انت تحفظ المعدة وتحفظ الكبد وتحفظ كل الانر فيسلز، كل الأحشية الداخلية، وتضع ملح الصوديوم عشان تعمل عملية بريزيرفيشن، حفاظ للعالم الآخر. ازاي الفكرة دي جت للمصري القديم؟ ازاي الفكرة دي جت للجهابذة المصريين القدماء؟ العالم دلوقتي في جميع الجامعات سواء الأوروبية أو الأمريكية تيجي عند نقطة التحنيط في مصر القديمة يقف بمنتهى الاحترام. ليه؟ لأن المصري القديم معروف عنه إنه جهبذ، معروف عنه إنه عبقري في علم المثلثات، معروف عنه إنه عبقري في علم الطب، معروف عنه إنه عبقري في علم الفلك، معروف عنه إنه مفكر رائع وعنده انتماء لبلده ووطنه. لذلك لما يذكر هذا الاسم mummification in Egypt أو mummificierung in Ägypten، mummification in Ägypto، التحنيط في مصر أول فكرة تيجي للغرب الكانوبيك جارز. دول موجودين فين؟ عشان الشرح يكون ليه صلة بأرض الواقع. تعالوا نخش المتحف المصري. دخلنا من البوابة الرئيسية، هنخش شمال. لما نخش شمال وانت داخل شمال تخش في المين كوريدور يمين، هتلاقي سلم. خش المين كوريدور ده، السلم ده يطلعك على الدولة الحديثة. هتلاقي كنز موجود في المتحف المصري ده. الكنز ده اسمه كنوز تريزيروس دي توت عنخ آمون، كما قالوا الأسبان، كنوز توت
عنخ آمون. كانوبك جارز ده اللي احنا شفناه دلوقتي هنلاقيه امام غرفة، هذه الغرفة كل محتوياتها من الذهب الخالص، الماسك الخاص بتوت عنخ آمون اللي هو يعتبر 11.4 بيور كيلو جرامز ماسك لتوت عنخ آمون، هذا الملك الذي مات في صغر السن وعنده 18 سنة. ولما عملوا تحاليل عن الجمجمة قالوا ان هو اصيب بالملاريا في الولايات المتحدة الامريكية. ابحاث، الناس بتشتغل على الابحاث، بتعمل ريسيرشز، ابحاث، تعمل فورشنج، ابحاث على مصر. ليه؟ لان البلد دي علمت العالم كله. حتى لورد كارتر لما دخل مقبرة توت عنخ آمون 1922 انبهر، لقى لوحة. اللوحة دي انا اقعد اشرح فيها 5-6 ساعات ولا يكفي. اللوحة دي أول ما دخل المقبرة لقى شكل رائع. بين مين؟ بين توت عنخ آمن. خلي بالكم الاسم توت عنخ آمن، ما قلتش آمون لأن اسمه أصلا مش آمون، هو آمن لأن كان قبل كده إتن. طب ليه أنا بقول آمن وليه بقول إتن؟ لأن ده إله. آمن ده آمون، ده إله كان يعبد في مصر القديمة. وبعد كده قبل كده كان إتن، آتون، ده إله كان يعبد في مصر القديمة، فكان اسمه توت عنخ إتن وبعد كده توت عنخ آمن. واقف مع مين؟ واقف مع سنخ كرع زوجته. صورة جميلة جدا، افكشن رائع، عشق، حب رائع، وهي بتديله زهرة اللوتس، بتديله رمز الجمال، رمز الحب، رمز السلام. ده فين؟ ده في مقبرة، وهذه اللوحة موجودة إلى الآن في المتحف المصري. عشق، حب، احترام. احترام الزوج لزوجته، احترام متبادل في صورة ورود. اللي علموا العالم كله إن أنت تعطي وردة في الصباح هم المصريين القدماء، لا فرنسا ولا إيطاليا ولا أوروبا. بدليل اللي أنا بقوله ده، روح معبد فيلة. فين معبد فيلة ده؟ أسوان. هذه المرأة الإنجليزية في معبد فيلة لسنوات عديدة تأخذ قارب من أسوان عشان تروح لمعبد فيلة، لأن جوزها هناك مات في مصر ومقبرته موجودة هناك عشان تحط عليه وردة. وقالت كده إن هؤلاء المصريين القدماء هم اللي علموا العالم الحب، هم اللي علموا العالم إن الزوجة تعطي لزوجها وردة، إن الحبيب يعطي لحبيبته وردة. وردة رمز العشق، رمز الجمال. هي دي مصر. مصر اللي علمت العالم فن الحب، مش أفيد. مين أفيد اللي أنا بقوله ده؟ ده كتب كتاب اسمه فن الهوى اللي ترجمه الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ورئيس جمعية الطب النفسي العالمية. فهذا الكتاب في فن الهوى لأفيد ذكر كده بعض المقطوعات إن المصريين القدماء هم اللي علموا العالم فن الهوى، فن العشق، عن طريق إعطاء وردة. الوردة دي في صورة إيه؟ زهرة اللوتس التي تتفتح في الصباح وتعني الحياة، ثم تأتي في المساء وتغلق في المساء، وتعني أنها بتغلق بالنسبة لها هي الموت اللي هو النوم القصير. فده عملية حياة، والحياة بالنسبة لها بتستمر في الصباح لأن في بعث في العالم الآخر. ده جمال فلسفة الجمال اللي بتدرس في الغرب عن أرض مصر وعن كمة الأرض السوداء. وسوف تظل مصر تبهر العالم، وسوف تظل مصر بحضارتها وأدبها
وشخصيتها المصرية النهرية النيلية تجذب العالم. وكما ذكر هيرودوت هذا المؤرخ الإغريقي عن نهر النيل أن كل مصري يسري فيه نهر النيل، وقال مقولته المشهورة، مقولته الرائعة، أن مصر هبة النيل، لأن النيل هو رمز العطاء، وأنه هبة من السماء بالنسبة للمصريين. النيل الذي يسري في 10 دول عندما يفيض هذا الفيضان ممكن ليه مفهومين. ممكن يكسر البيوت اللي حواليه في الفيضان، ولكن أيضا فيضان نهر النيل ممكن أيضا في رخاء، في طمي، في زراعة. وده كان فكر المصري القديم، على الخير مش على الشر، لأن كان بيحب بلده ومنتمي لأرضه وبيحب كل خير لأرض مصر. وإذا بهيرودوت يقول هذه المقولة الرائعة: مصر هبة النيل وسوف تظل هبة النيل. وقالها أيضا جاردنر باللغة الألمانية وترجمها عن هيرودوت هذا المؤرخ الإغريقي عن اللغة الهيروغليفية: Ägypten ist ein Geschenk vom Nil. مصر هبة النيل. Egypt is the gift of the Nile. مصر هبة النيل، وسوف تظل مصر في المقدمة، وسوف تظل مصر في العلو والارتفاع، رغم أنف كل الحاقدين، رغم أنف كل كتب تصدر في الغرب ضد هذه البلد، ضد أرض الكنانة، ضد كمت. بارك الله في مصر وبارك الله في شعب مصر. شكرا، ونتقابل في حلقة جديدة من علم المصريات. شكرا.